والحديث تحديدا عن الرسالة الختامية من ضيفتي الحلقة، بداية الأستاذ الدكتور عزة فتحي، ماذا تقولين في الرسالة الختامية؟ طالما أستاذة أسماء اتكلمت عن الحب، فأنا عايزة بس أقول للمواطن أو للمشاهد أن هناك بعض الجنود اللي يعني أو ضباط الاحتياط اللي تجنيتهم فترته انتهت، وأصروا أن ولكنهم يستمر. صمموا نعم. وأصروا على استكمال المسيرة، ويعني بيجيبوا حق الشهداء، وبالتالي ده حب، ده حب الوطن بقى. وده اللي بتعمله المؤسسة العسكرية. حضرتك احنا يعني دارسين ان من ضمن اللي بيعلم التربية السياسية الجيوش تعلم التربية نعم. السياسية. فإذا فشلت الأسرة وفشلت المدرسة وفشلت الأحزاب وفشلت النوادي والنقابات، فالجيش. عشان كده دخول الشباب الجيش مهم جدا. أولا بيخليه راجل يعتمد على نفسه ويحب الوطن، ويحب الوطن. فرسالتي ان تحية لشهداء مصر، تحية لنساء وأبناء وزوجات الأبطال الذين يحاربون الآن عنا. هم حائط الصد، هم الذين لا يجعلون من المرأة المصرية سبية. نحن أحرار في بلد حرة. أنا حرة، امرأة حرة تمام. تحت قيادة الرئيس السيسي والجيش المصري. أنا لن أكون سبية ولن أركب مركب أبدا لأعبر هذا الوطن وأكون لاجئة. فتحية للقوات المسلحة. بالحب نبني البلد دي، يد تبني ويد تحمل السلاح. يد تبني ويد تحمل السلاح، هذا هو الشعار. إضافة إلى أن تبقى وستظل إن شاء الله المؤسسة العسكرية هي مصنع الأبطال، وهي عرين إن شاء الله. مصنع الرجال وعرين الأبطال. الأستاذة أسماء طنطاوي. عايزة أقول يعني إيه مصر؟ مصر يعني حرف الميم، يعني مسلم ومسيحي. مصر يعني ممر للأنبياء. حرف الصاد يعني صبر على البلاء وصاروخ في وش الأعداء. الله. حرف الراء يعني رب العباد حاميها. الله. ويكفيني شرف إن أنا مصرية. وتحية للمرأة المصرية بصفة عامة في كل مكان، في البيوت، في المزارع، في المصانع، ورا الأبطال. تحية للمرأة المصرية، تحية لأستاذة الجامعة، تحية للمحافظة، تحية للمرأة المصرية التي هي مصنع الرجال، وهي تربي الرجال، وهي تربي القائد. وهي يعني أقول لحضرتك إيه، هي التي تصنع الآن مسيرة البناء. ولي تحية شخصية، هو تحية إعزاز وتقدير للمرأة، فهي الأم وهي الزوجة وهي الابنة وهي صانعة الأجيال. في ختام هذه الحلقة لا يسعني لنشكر ضيوف في هذه الحلقة، الأستاذ الدكتورة عزة فتحي مدير مركز المرأة، والأستاذ مناهج علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس. شكرا أهلا جزيلا لك. بحضرتك، أهلا بيك. شكر موصول للكاتبة الصحفية الأستاذة أسماء طنطاوي. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، اترككم مع هذا التقرير الذي نعرض فيه إلى التغطية التي قامت بها القناة لمركز طب الأسرة بالنزهة فيما يخص انطلاق الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض شلل الأطفال، إلا أننا مستمرون في التطعيم. التطعيم قوامه أو مستهدفه أكثر من 15 مليون طفل ما بين عمر يوم وحتى 5 سنوات، بتكلفة قد تصل إلى 84 مليون جنيه. أترككم مع هذا التقرير متمنى